أهلا بكم في قناتي. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا إشعار بكل وصفة أنزلها. هنعمل النهاردة مع بعض الكبد والقوانص بطريقة تحفة جدا زي ما انتوا شايفين وبريحة ملهاش حل، وهنعرف ازاي نتخلص من الزفارة ونتخلص من كل حاجة بتكون مش كويسة في الكبد والقوانص وتطلع بالنتيجة اللي انتوا شايفينها دي. بجد تحفة، طريقة تعجبكم جدا وهتعتمدوها ومش هتبطلوا اللي انتوا تعملوها. كفاية الريحة بتاعتها بجد جبارة، وبتتبيلة حلوة جدا ومبتاخدش وقت خالص، أكلة سريعة جدا. يلا مع بعض نشوف هنعمل ايه. احنا غسلنا الكبد والقوانص كويس جدا ونضفناها من كل الحاجات اللي بتكون فيها والدهون والكلام دوت. بعد كده قطعناها قطع صغيرة ونقعناها في ملح وليمون مدة كويسة. اول حاجة معايا زيت كده على سمنة يسخن شوية، وهبدأ ان انا انزل ببصلاية زي ما انتوا شايفين. هبدأ بس ان انا اتبل البصلاية كده تدبل معايا بس مش اكتر. هي خلاص قربت تدبل اهي. خلاص هنزل بقى بالفلفل كده زي ما انتوا شايفين. هبدأ برضو ان انا اشوح الفلفل لحد ما الريحة بتاعته تطلع. بجد طعمها تحفة. هتبل الفلفل كده، وبعد كده هنزل بالثوم برضو هشوحه معاهم تشويحة، وبرضو هستنى لحد ما الريحة بتاعته تطلع، وابدأ ان انا اشم ريحة الثوم كده مع الفلفل مع البصل. هو الثوم اخد وقت شوية لان هو كان متلج، فهو انتوا ما تقعدوش الوقت دوت. اول ما الريحة بس تطلع خلاص هنبدأ ان احنا نكمل بقية المكونات. بس هو كده خلاص بدأ ان هو ريحته تطلع. هنزل بقى بالكبد والقوانص، شطفتها تاني بعد ما اتخلصت يعني من محلول النقع بتاعها. شطفتها تاني شطفة كويسة، وبعد كده هبدأ ان انا اصفيها من المية بتاعتها وانزلها كده زي ما انتوا شايفين. هشوحها بقى كده مع كل الحاجات اللي انا حطيتها دي. في طريقة تاني كنت بعملها عشان اتخلص برضو من الزفارة او الحاجات اللي بتكون مش حلوة في الكبد والقوانص. كنت بديها غلوة الاول في مية مغلية، وبعد كده اخدها اغسلها واقطعها بقى مكعبات وابدأ ان انا اشتغل فيها. برضو الطريقة اللي تحبوها دي كده طريقة سريعة. بدأت ان انا اشوحها اهي واللون بتاعها يتغير بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بجد ريحتها جبارة. هنزل بقى بمعلقة صلصة صغيرة زي ما انتوا شايفين كده بس تديها لون. اشوحها معاها كده، ممكن نستغنى عنها بس بجد بتديها طعم تسكيرة كده حلو وبتديها لون. هظبط بقى الملح بتاعي. انا مش هحط غير ملح وفلفل اسود وسبع بهارات، مش هحط اكتر من كده. ممكن نزود التوابل على حسب ما نحب، بس الكبد والقوانص مش بتحط لها غير ملح وفلفل اسود، ولو حابين السبع بهارات، بس انا بحبها معاها بتكون حلوة جدا. هشوحها بقى كويس كده، وهنزل كده بكوباية مية دي اللي هي بتسويها معايا عشان القوانص تكون مستوية كويس وتكون مستوية كويس في الكبد والقوانص. وهسيبها بقى اول ما تغلي هوطي عليها واسيبها بقى ان هي تستوي في الصوص بتاعها دوت. شايفين شكلها تحفة وطعمها بجد حلو جدا. كده خلصت معايا اهي زي ما انتوا شايفين، استوت وبقت حلوة جدا ولونها كمان حلو قوي. بس خلاص هطفي النار بقى. لو حابين تنشفوها عن كده تمام، بس هي كده بتكون حلوة جدا، بتكون جوسي وحلوة جدا. شايفين شكلها بقى حلو قوي. ولونها كمان تحفة.
ممكن نعمل جنبها بطاطس محمرة، نعمل جنبها مكرونة، نعمل أي حاجة نحبها جنبها، بس أنا استكفيت بيها كده مع طماطم متقطعة وكده. لو عجبكم الفيديو متنسوش الاشتراك في القناة.